اهلا بيكم في قهوة النجوم. لو دي أول مرة تزور القناة ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد من القناة، وما تنساش تقول لنا رأيك. صباح الخير. الحقيقة مش عارف أبدأ من فين ولا من فين ولا من فين. يعني أنا في حالة من السعادة والحب لكم الكومنتات اللي أنا شفتها امبارح بعد ما حضراتكم شفتوا الفيديو بتاع الأستاذ عادل اللي هو معانا في التصوير. وأنا عارف إنه يعني الفيديو ده كان جاي في وقت كان فيه شائعة سخيفة طلعت والناس بدأت تتكلم عنها، واحنا الحمد لله متعودين طول عمرنا على الشائعات دي. انما بصراحة امبارح كم الحب والمشاعر اللي شفتها والكومنتات بتاعت حضراتكم اللي جات لي على الاكونت بتاعي يعني خلتني في حالة امبارح بجد، يعني متأثر جدا جدا. واحنا كأسرة كلنا كمان تأثرنا بالكم المشاعر والحب اللي انا شفته عند حضراتكم تجاه ابويا. ودعواتكم له بالصحة وطولة العمر والسعادة، حاجة يعني كانت مأثرة فينا امبارح كلنا. والحقيقة يعني أنا بشكركم من كل قلبي، يعني مش عارف أقول لكم إيه. يعني الحب ده أنا بحسه من زمان، من ساعة ما كنت طفل صغير لحد ما كبرت دلوقتي. وقد إيه الحب اللي بشوفه في عيون حضراتكم لأبويا ده مخلينا إحنا تملي في مسؤولية إن إحنا نشتغل ونرفع اسمه ونتحمل مسؤولية. حتى أنا ومحمد بعد ما دخلنا المجال بقى حاملين اسم يعني مهم وحاملين مسؤولية كبيرة جدا. يعني مشاعري مش عارف أتكلم بصراحة، يعني لأول مرة بعجز عن الكلام. فأنا بشكر حضراتكم على مشاعركم الجميلة والنبيلة، وأتمنى إنه الحب ده يفضل موجود على طول. وبوصل لكم تحية خاصة من الأستاذ عادل على المشاعر الفياض يعني اللي هو حسها امبارح واللي طول عمره بيحسها. وبشكركم. ويعني هو حاسس طول الوقت إنه حضراتكم يعني بتحبوه، وعارف إن دي مسؤولية كبيرة فهو بيرفعها على كتفه. أنا بشكركم كتير من قلبي على اللي أنا حسيته امبارح واللي بحسه من زمان جدا. شكرا.